منتج البرفكتيل او السنترم او الاستريس تاب زنك، المنتجات اللي هي عباره عن مالتي فيتامين او مجموعه فيتامينات او بتحتوي على مجموعه فيتامينات زي الفيتامين سي والفيتامين اي والحديد والفوليك اسيد والكالسيوم وفيتامين د وتشكيله كبيره من الفيتامينات. كل ده او الشركه بتعمل المنتج ده بحيث انه يكون شامل لكل او معظم العناصر الغذائيه اللي الجسم محتاجها، واللي المفروض ان احنا بناخدها في الخضروات والفاكهه بصفه مستمره. يبقى اذا انا باخد حبايه يوميا عشان اعوض سوء التغذيه او ان انا ما باخدش فواكه وخضروات بصوره كويسه يوميا. الجسم محتاج الفيتامينات دي بصفه مستمره يوميا. اذا استعمال المالتي فيتامين بيكون على مدى الحياه، بنستعمله باستمرار، لان انت مش هيجي عليك سن وجسمك ما يحتاجش مجموعه فيتامينات. طيب هل استعماله على المدى البعيد لمده شهور او سنين بيأثر؟ بالعكس، ده حاجه مفيده جدا للجسم. استعماله على المدى البعيد ما فيهوش اي مشكله، لان ده عباره عن منتجات طبيعيه موجوده فعليا، ربنا خلقها في الخضروات والفاكهه، بس الشركات استخلصتها وحطتها في منتج طبيعي او في كبسوله طبيعيه، بحيث ان احنا نعوض النقص او نعوض عدم المقدره ان احنا هنكون متنوعين في الغذاء سواء كان في الفواكه او في الخضروات. لذلك استعمالها على المدى البعيد ما فيهوش اي مشكله. طيب بالنسبه لزياده الوزن، دي عباره عن مكملات غذائيه، عناصر اساسيه الجسم محتاجها. الحديد محتاجه عشان الدم، والكالسيوم محتاجه عشان العظام، حاجات ملهاش علاقه بالسمنه، حاجات ما تزودش الوزن. لكن للامانه الشهيه مرتبطه بالفيتامينات، يعني لو حصل نقص في الفيتامينات في الجسم بتقل الشهيه، وبالتالي لما بتبتدي تستعمل مالتي فيتامين او مجموعه فيتامينات وبتنتظم عليها بتتحسن الشهيه نسبيا. طب الناس اللي بتحس انها محتاجه انها تاكل كتير، انصحها طبعا انها تاكل خضروات وفاكهه او تاكل بروتينات زي اللحوم والدواجن، بحيث انها تاكل حاجات مفيده للجسم وما تزيدش الوزن عندها. معظم مجموعه الفيتامينات او المالتي فيتامين بتحتوي على مجموعه فيتامينات بي اللي للاسف بتعمل شويه غثيان عند بعض الناس في المعده او بتدي ريحه كريهه شويه. هنتغلب على المشكله دي ازاي؟ عن طريق انك تاخد الكبسوله مع الوجبه الكبيره اللي هي الوجبه الرئيسيه او وجبه الغداء. بتاكل كام معلقه في الاكل، وبعدين بتاخد الكبسوله بشويه ميه، وبعدين بتكمل الاكل بتاعك. كده مش هتحس بيه نفس المالتي فيتامين او التاثير بتاع الغثيان بتاعه. يا رب اكون فدتكم في الفيديو ده. دكتور اوت.